يا مساء الورد والفل والياسمين. النهاردة بقى هنعمل مع بعض أكلة من الأكلات المصرية الأصيلة. هنعمل بتنجان بالخل والثوم بطريقة مفيش أسهل من كده. أول حاجة معايا حبيتين من البتنجان الرومي، واحدة كبيرة شوية وواحدة لسه صغننة، وكمان معايا فلفل رومي ومعايا فلفل سبايسي. نقطع بقى البتنجان مع بعض وهوريكم بنقطعه ازاي. طبعا كلكم شاطرين وبتعرفوا تقطعوا البتنجان، بس احنا بنوري اللي ما يعرفش او لسه بيتعلم. وبعد ما قطعناه زي ما شفتوا كده هنقطعه بقى حلقات او دواير، ما يكونش السمك بتاعها ولا سميك ولا رفيع، يعني يكون سمكها متوسط. انا البتنجانية اللي معايا كبيرة فعلشان كده قطعتها نصين. البتنجان ده انا هعمل منه مسقعة وكمان بتنجان بالخل والثوم، بس علشان الفيديو ما يطولش عليكم انا خليته على فيديوهين. وكده نكون خلصنا تقطيع البتنجان اللي معانا. نملحه بقى كويس بالملح علشان ما يشربش زيت كتير واحنا بنحمره. نجيب بقى الفلفل الرومي بتاعنا ونقطعه برضو حلقات. وكده الفلفل بقى جاهز معانا. اما الفلفل الحامي ده هنحمره لان انا بعشقه. نحضر بقى الطاسه بتاعتنا ونحط فيها شويه زيت كده حلوين. اول ما الزيت يسخن معانا نحط البتنجان. نعلي بقى النار واحنا بنحمره وناخد بالنا ان هو ما بياخدش وقت في التحمير. هنقلبه بقى على الناحية التانية. واول ما يتحمر من الجنبين هنصفيه كويس كده من الزيت ونطلعه على المناديل علشان تتشرب بواقي الزيت. ونرجع نحط كمية تانية من البتنجان وهنحمر كمان معاه الفلفل.
وكمان هحمر معاهم الفلفل الحامي ده، بس اهم حاجة قبل ما نحطه في الزيت نشرطه كده بالسكينة علشان ما يفرقعش في وشنا. ناخد بالنا ان الفلفل ما بياخدش وقت في التحمير، يعني دقيقة كده بالكتير ونطلعه علشان ما يتحرقش. وكده البتنجان والفلفل بيكونوا جاهزين معايا بعد ما حمرناهم. يلا بقى بينا نروح نعمل التتبيلة. انا معايا طماطميتين هتبلهم مع البتنجان، هقطعهم 4/4، وكمان معانا بقدونس هنفرمه علشان نزين بيه الطبق. شايفين الطبق شكله حلو وبيشهي ازاي؟ يلا بقى بينا نعمل التتبيلة بسرعة. في طبق هنحط معلقة صغيرة من الكمون، وكمان معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، وربع معلقة صغيرة من الشطة، ومعلقة كبيرة من الثوم المفروم. طبعا البتنجان المخلل ده أهم حاجة فيه الثوم الكتير. وهنحط 3 معالق كبار من الخل، وهنقلب وهنشوف لو احتاج خل تاني هنحط. هحط كمان معلقة رابعة علشان حسيت ان هو محتاج خل. ونملح بقى التتبيلة بتاعتنا بكمية مناسبة من الملح، ونرجع نقلبها تاني. نتبل بقى البتنجان والطماطم بالتتبيلة. بجد التتبيلة دي تحفة وبتودي البتنجان في حتة تانية. وكده معنا احلى طبق بتنجان بالخل والثوم ممكن تاكلوه. لو عجبكم البتنجان ما تنسوش تعملوا له لايك، ولو القناه بتعجبكم تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس. وبس كده، سلام.